4 لصوص مسلحين دخلوا على بنك في الأرجنتين واحتجزوا الرهائن. الشرطة حاصرت المكان، وبعد عدة ساعات من التفاوض اللصوص أعلنوا أنهم راح يسلمون أنفسهم بشرط أن الشرطة يجيبوا لهم بيتزا. وصلت البيتزا، لكن اللصوص فجأة قطعوا كل قنوات التواصل مع الشرطة. الشرطة قرروا يقتحمون البنك، لكن داخل البنك ما كان في حد غير الرهائن. ولما نزلوا لتحت حصلوا خزينة البنك منهوبة، وما في أي أثر للصوص ولا في أي أثر للطريقة اللي هربوا فيها. ما حصلوا لا حفرة في الأرض ولا أي مخرج ممكن يخرجون منه. فالشرطة على طول توجهت أنظارهم للرهائن، كانوا شاكين أن اللصوص متخبيين ما بينهم. فهل يا ترى فعلا اللصوص كانوا متخبيين بين الرهائن؟ لوين راحوا بالضبط؟ هذا اللي بنعرفه في قصة اليوم. سنة 2006 تم تنفيذ أكبر عملية سرقة بنك في الأرجنتين، عملية ذكية ومعقدة بشكل ما ينوصف. اللصوص اللي نفذوا هذه العملية كانوا 4. الأول كان قائد العملية واسمه فرناندو أراوهو، الثاني كان مهندس العملية واسمه سيباستيان بولستر، والثالث كان اسمه بيتو ديلاتوري وراح نعطيه لقب الممول، والرابع كان اسمه لويس سيلانس وراح نعطيه لقب العنيف. أيضا في شخصين ساعدوهم بس من برا، هذول الشخصين ما انكشفت شخصياتهم ولا هوياتهم. الأول كان لقبه الدكتور والثاني كان لقبه الولد. فأنا أريدكم تحطون أسماء ال4 هذيلا في بالكم، وأنا عطيت لكل واحد منهم لقب عشان يكون سهل تذكرونهم. فالقصة تبدأ عند فرناندو القائد والرأس المدبر للعملية. هذا الرجل دخل على طبيب النفسي في يوم من الأيام وقال له أريد أسرق بنك. الطبيب استغرب وحسب أنه قاعد يتكلم بسبب تأثير الحشيش، لأن فرناندو كان دايما يدخن ويتعاطى الحشيش. قال للطبيب طيب يعني من وين جاتك هالرغبة؟ عشان الفلوس؟ تريد فلوس؟ فرد عليه فرناندو لا، أنا ما محتاج فلوس، بس أنت تعرفني أنا شخص فنان وأحب الفن، وأحس أني ممكن أصنع عمل فني عظيم في مجال سرقات البنوك. قال الطبيب طيب وكيف ناوي تنفذ العملية هذه؟ فرد عليه فرناندو وقال له ما أدري للحين، بس هذا الموضوع مستحوذ على كل عقلي وكياني، أفكر فيه قبل النوم وبعد ما أصحى وفي كل لحظة من يومي. أريد أسرق بنك. فالطبيب وقتها ما عطى اعتبار كبير لكلامه وحس ان الحشيش هو اللي قاعد يتكلم، لكن فرناندو فعلا ناوي يسرق بنك وراح ينفذ أذكى وأكبر عملية سرقة بنك في تاريخ الأرجنتين. فهذيك الفترة كان فرناندو يطلع بشكل يومي ويتجول في شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس عشان يستكشف الأهداف المحتملة للعملية. وفعلا حصل بنك اسمه بانكو ريو، واحد من البنوك المعروفة اللي موجودة في منطقة غنية جدا، يعني بنك يحطون فيه الأغنياء ممتلكاتهم وفلوسهم وأشيائهم الثمينة. بعدها قاعد فرناندو يفكر بالطرق اللي ممكن ينفذ فيها العملية. الطريقة الأولى لما يكون البنك مفتوح يدخلون على البنك بأسلحتهم وياخذون الفلوس الموجودة عند الصرافين ويطلعون بسرعة قبل ما الشرطة تحاصر المكان. لكن هذه الطريقة مشكلتها أنها عالية الخطورة وحتى غنايمها قليلة، لأن ما راح يكون عندهم وقت يروحون للخزينة وينهبون اللي فيها، لازم يطلعون بسرعة قبل ما توصل الشرطة. الطريقة الثانية هي اقتحام البنك لما يكون مغلق، وهذه الطريقة بالعادة تحتاج حفر نفق تحت الأرض يوصلهم للخزينة. لكن هذه الطريقة بعد مشكلتها أنها ممكن تنكشف بسرعة، لأن البنك عندهم حساسات حرارية وأجهزة إنذار متطورة، على طول ممكن تكشف إذا في شخص دخل الخزينة وهي مغلقة. فالطريقتين صعبات وفيهن خطورة عالية. ففرناندو فكر أنه إذا كان بيخاطر في كل الأحوال فلازم على الأقل يحصل الغنيمة الأكبر، واللي معناه أنه راح ينفذ الطريقة الثانية، راح يحفر نفق ويدخل للخزينة والبنك مغلق. فبدأ يفكر كيف ممكن يحفر نفق. في البداية فكر أنه يستأجر شقة أرضية أو مستودع قريب من البنك ويحفر نفق يوصل الخزينة من تحت الأرض. بس في النهاية فرناندو راح يحصل مفاجأة حلوة بتختصر عليه كل هذا الشغل. في يوم من الأيام وهو يسوي جولاته الاستطلاعية لاحظ فتحات المجاري اللي موجودة على طول الشارع اللي قدام البنك. كل 10 أمتار تقريبا كان في فتحة مجاري، واللي معناه إن في نفق اوريدي موجود تحت الأرض يمر قدام البنك، نفق المجاري. فظل فرناندو يتبع الفتحات هذه على طول الشارع لغاية ما وصل لمصب